3 ختمات للقرآن الكريم لو عملتهم زي ما بقول لك اضمن لك وبنسبة 100% ملايين الحسنات، شفاعة تدخلك الجنة بإذن الله، هدى وثبات على طريق ربنا سبحانه وتعالى، رحمة تلمس قلبك تغير حياتك ودنيتك وآخرتك 180 درجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. وخليني اقول لكم اني فعلا مش مصدق دعمكم المستمر ووقوفكم في ظهري في كل حاجة بقدمها، جزاكم الله عني خيرا. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم بفضلكم قربنا نوصل ل 2 مليون متابع على اليوتيوب وعلى الانستجرام، فاديكم معانا كده نشد حيلنا عشان نوصل لهم باذن الله. فلو انت تتفرج من غير ما تعمل سبسكرايب على اليوتيوب او فولو على الانستجرام والفيسبوك فاعمل فولو او سبسكرايب، وما تنساش نفسك بقى اعمل فيديو كده وتقعد يا سلام ويا جماله ويا حلاوته تنسى تعمل شير. فعشان ما تنساش اديني بقول لك اهو من اولها اعمل شير للفيديو، خلي الناس تتفرج معانا وتستفيد من الاول. ويلا بينا نخش على اول ختمه من الختمات الثلاثه اللي هكلمكم عنها. والختمه الاولى هي ختمه التلاوه، واللي بحب اسميها ختمه الحسنات والشفاعة. رمضان شهر القرآن، وانك تمسك مصحفك في رمضان وفي غير رمضان وتقرأ فيه وتجيب ورد من اول القرآن لاخره وتبدأ تاني وهكذا طول حياتك، هو امر لازم يعيش عليه المؤمن لو عايز الجنة. وخدها من اخوك فهمته او ما فهمتوش، بيغير في قلبك، بيشيلك يحطك على طريق ربنا سبحانه وتعالى، بياخد بايدك لغاية ما يوصلك للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم شبه القرآن بحبل، طرف من الحبل في يد الله عز وجل وطرف في ايدينا، فلو فضلت ماسك الحبل ده وبتشده هتوصل لفين؟ هتمشي في طريق ربنا، لا تضل ولا تهلك أبدا. وليه بقى أنا بحب أسميها ختمة الأجر والشفاعة؟ لأنك لما تختم القرآن تلاوة تاخد أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف ب10 حسنات. وانا عارف وانت عارف ان احنا الاتنين ماديين، ما تعمليش فيها قنوع بقى، وهنا بالذات مفيش قناعة على الحسنات اكوى الجنة حبيبي. فلو بصيت في صفحة القرآن هتلاقي 450 حرف في الصفحة تقريبا، يعني بنتكلم في 4500 حسنة في الصفحة. لو بتقرأ لك كل يوم جزء بقى احسبها انت. طب بتختم ختمة ورا ختمة في رمضان وفي غير رمضان، ملايين الحسنات، ما تعدش يا سيدي ما تعدش. اجر ده ولا مش اجر؟ نقرا بقى ونشد. طب دي الاجر وفهمناه، طب والشفاعة يا امير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللي كان صاحب القرآن ماسك مصحفه ما بيبطلش القرآن يوم القيامة يجي يشفع له. طب اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يشفع لك القرآن ويدخلك الجنة. ويوم القيامة يا حبيبي انت محتاج شفاعة اي حد، فتخيل كده ان يجي القرآن يشفع لك، ونعم الشفاعة. فيبقى الختمة الاولى ختمة التلاوة، ختمة الاجر والشفاعة. طب والختمة الثانية؟ الختمة الثانية هي ختمة التدبر، واللي بحب اسميها ختمة الهدى والثبات. الأول يعني ايه تدبر يا صديقي؟ التدبر إنك لما تقرأ الآية تفهم معناها، تستطعمها، تشوف إيه اللي وراها من المعاني، إيه الأوامر والنواهي، تعمل بيها في حياتك، تعيش بيها لغاية ما تلقى الله عز وجل. آية على كده. والختمة دي بقى مش ختمة هنخلصها بسرعة، كان من السلف من يقول إن له ختمة كل شهر تلاوة وختمة كل سنة تدبر، وثبت عن كتير من العلماء انه ختمة التدبر اكتر من كده بكتير. والختمة دي مهمة اهمية مش هتقدر تتخيلها ومش هتفهمها الا لما تبدأ تتدبر في القرآن. قال الله عز وجل: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. الاقفال اللي على القلب معناها قلب ممنوع من الهدى، محروم من انوار السماء، نفحات ربنا سبحانه وتعالى تمر على القلوب تعدلها الا هو. وسبب الاقفال انه لا يتدبر القرآن، وطول ما هو مش بيتدبر القرآن يفضل على القلوب الأقفال. عايز تفك الأقفال وتفتح قلبك للهدى والنور، تدبر. طب اسمع قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما تتدبر القرآن تعرف إنه كلام الله عز وجل، ما يبقاش في قلبك لا شك ولا شبهة، تتعلق بالله بس وتبرأ من غيره، بأي حد وبأي إله مدعى وبأي هوى. هتبعد عن ذنوب وشبهات وإلحاد وأشياء ماسكة القلوب دلوقتي بتمرمط بيها الأرض، مالكش إلا التدبر يحميك. النبي صلى الله عليه وسلم عاش على التدبر. سيدنا حذيفة بن اليمان في يوم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف صلاته معاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا مر بآية فيها تسبيح
سبح، يقرأ فسبح باسم ربك العظيم، يقول سبحان ربي العظيم ويكمل تلاوة. وإذا مر بسؤال سأل، آية فيها دعاء، طلب للجنة، طلب للهدى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. وإذا مر بتعوذ تعوذ، آية فيها النار النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، آية فيها استعاذة من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. بيتلذذ بالقرآن، بيمرره على قلبه وروح. السيدة عائشة بتحكي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الليل في يوم، الليل كله بآية واحدة بس، يتدبرها ويمررها على قلبه، مش قادر يعديها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حياة مع القرآن يا اخواتي، حياة. أحد مشايخنا اللي موجودين دلوقتي حكى لي عن واحد من أئمة القرآن اللي موجودين دلوقتي في حياة عنا والله، إنه لما كان بيقرأ الآيات اللي فيها نعيم الجنة وذكر بقى فاكهة الجنة وخمر الجنة وعسل الجنة، انه كان يقعد يحرك بقه كده كانه بيدوق حاجه. فساله قال له انت بتعمل كده ليه؟ قال له والله انا فعلا ضايق طعمها. عاش مع القران لغايه ما حس بطعم الحاجه اللي بيقراها. تدبر بقى وعيش، فاللي هيتدبر هيعيش على هدى وعلى ثبات على طريق الله عز وجل. ونيجي بقى هنا للختمه الثالثه، ختمه الاستماع، واللي بحب اسميها ختمه الرحمه. قال الله عز وجل: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. رحمه، الرحمه دي لو لمست القلب تحوله بقى. انا عايزك تتخيل انها كانت بتحول كافر لمسلم، والكفار كانوا عارفين كده، عشان كده كانوا ما بيسمعوش القرآن، ما يحاولوش، لانهم عارفين انهم لو سمعوه القلوب هتتفتح. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اوعوا تسمعوه. سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيد قبيلة دوس، والكفار خايفين انه يسلم، قالوا له اوعى تسمع الكلام بتاع محمد، لو سمعته هتتسحر. الراجل صدق كلامهم وقال انا حطيت في ودني الكرسف، حط قطن في ودان عشان ما يسمعش حاجه. فلما راح عند الكعبه عشان يطوف لقى النبي واقف بيصلي، فيسمع من ورا القطن اللي حطه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بها، قلبه اتخلع وقال ايه ده انا راجل عاقل وشاعر واعرف افرق ما بين كلام الشعر وكلام ربنا. فيشيل ويسمع، يؤمن ويبقى الصحابي الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه. الرحمه اللي حولت قلب الكافر مسلم، ما تحولش قلب الحزين لسعيد، قلب الساخط لراضي، قلب المبتلى لمنعم. سماع القرآن كفيل يغير قلبك، والله يغير قلبك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع للقرآن وهو قد أنزل عليه. سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاه فقال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك نزل؟ ده أنت يا رسول الله اللي الخبر جاءك من السماء، أنا أقرأ عليك. اسمع النبي قال إيه بقى؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سيدنا ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك، فلما نظر للنبي وجد عيناه تذرفان. النبي بكى وهو بيسمع القرآن من ابن مسعود. رحمة. فاوعى تركز في ختمة من دول وتنسى التاني. وخلوني دلوقتي اقترح عليكم تطبيق من تطبيقات القرآن الكريم العظيمة، واللي فرحت قوي اني عرفت بيه وانا لسه راجع من العمرة كده ومحمل بالسعادة والشوق للحرمين، وهو تطبيق مصحف الحرمين. واكبر واهم ميزه في التطبيق ده انه تطبيق معتمد من رئاسه الحرمين الشريفين، وده مهم جدا بقى. انا هحكي لكم قصه حصلت في رمضان اللي فات. اخويا الكبير بعت لي في مصحف من المصاحف الموجوده في احد الابلكيشنز في موضع السجده محطوط غلط، فخدوا بقى الخط كده وشدوه على استقامته بقى. فاحنا محتاجين تطبيق يبقى تطبيق موثوق، مش حاجه موثوقه اكتر من كده، تطبيق تحت اشراف رئاسه الحرمين الشريفين. والتطبيق هيساعدك في الثلاث ختمات: ختمه التلاوه، المصحف مكتوب بشكل جميل، قراءه مريحه للعين، حابب تحط زخرفه للصفحه تقدر، بتحب القراءة الليلية موجود فتستمتع بتلاوة جميلة ومريحة. طب عايز تتدبر، هتلاقي التفسير الميسر، بدوسة واحدة تقدر تشوف تفسير الآية اللي انت بتقرأ، او انك تختار تخش انك تقرأ الآية بتفسيرها وراها الآية بتفسيرها وهكذا. فإما عايز تفسر آية معينة أو عايز تقرأ السورة كلها بالتفسير بتاعها. طيب والختمة السماع يا أمير في أوبشن يساعدني؟ ده في أجمل أوبشن لعيشك أجواء الحرم. هتلاقي تسجيل كل الصور من تراويح المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسجيل لكل الصور بأصوات مشايخ المسجد الحرام والمسجد النبوي سواء زمان أو دلوقتي. متعة ما بعدها متعة. وطبعا لو عايز تروح للجزء على طول بتدوس على الجزء وتختار الجزء اللي أنت عايزه، عايز تروح لصورة معينة بتدوس على الصورة وتختار الصورة اللي أنت عايزها، عايز تروح لصفحة معينة بتدوس على الصفحة وتروح للصفحة اللي أنت عايزها. قرأت وخلصت قراءة وعايز تعلم المكان اللي أنت وقفت عنده، تقدر تعلمه بحيث تقدر ترجع له مرة تانية في القراءة اللي جاية. آية لمست قلبك حابب تضعها في المفضلات، تقدر تضعها في المفضلات، ده غير البحث بالكلمة وبالآية اللي أنت عايز توصل لها. ومرة تانية أقول لك كل دي مميزات جميلة، أهم ميزة إنه معتمد من رئاسة الحرمين الشريفين. وهتلاقوا رابط التنزيل في تعليقات الفيسبوك وفي صندوق الوصف على اليوتيوب سواء الاندرويد او الايفون. وبكده نبقى عملنا 3 ختمات تلاوة
فيها الأجر والشفاعة، تدبر فيه الهدى والثبات، وسماع فيه الرحمة لتلمس القلوب تغيرها 180 درجة. تمام؟ ولا هنا أيها الأحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير، الدال على الخير كفاية. أما للدعم على بيتريون هتلاقوا لينك الدعم في تعليقات الفيسبوك وتعليقات اليوتيوب وفي صندوق الوصف على اليوتيوب. انا بحبكم في الله. تابعوني هاشتاج رمضان مع امير 2023. جزاكم الله خيرا، وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.